كثير يستفسر عن الصبية، عن صبية البي سي سي، صبية الأرضية. أنا كثير أوريكم من المقاطع، لأن نسبة 80% من المواقع اللي معي الصبية تكون بعد الطابوق. طبعا هذا صبيته أيضا من المشاريع، وصبيته هل ممكن صب قبل الطابوق؟ ممكن، لكن شوف الصبية، شوف الصبية تنفصل عن البيم. هذا البيم وهذا الصبية منفصلة ما فوق البيم. البعض يصب فوق البيم، وهنا أكبر خطأ. صبية الأرضية منفصلة عن البيمات بالكامل، حدود الغرفة من الداخل. كثير ما فاهم الصبية هذه، وكثير يطلب شرح. هذا شرح واقعي، هنا أشرح لك على الواقع. هذه الصبية قبل عمل جدران. شوف الصبية وين، صبية البسيسي. صبية البسيسي داخل حدود الغرفة، على أساس تكون شوف هذه دورة المياه ما معمول لها صبية. لما تجي تصب داخل، ما تصب فوق البيم. البيم مباشرة تركب فوق طابوقه، البيم مباشرة فوق طابوقه، ما في صبية وفيه اسمه. هذه الصب، شوفوا نظام الصب. هذا الصب بهذه الطريقة بالكامل. تشوفوا الغرف منقسمة منفصلة، الصبية منفصلة من الغرفة لغرفة، عشان الصورة تكون واضحة معكم. صبية منفصلة من غرفة لغرفة. بطل معي انزين. الصبية كامل تنفصل من غرفة لغرفة. حتى شوف هذا بيم معنا في وسط الغرفة مع حامل وزن، بس هذه وهذه منفصلات. فمنفصلات ليش وكيف أنا بخبركم ليش. بكرة صارت معكم إشكالية أو خلل في هذه الغرفة، راح تكون الخلل في هذه الغرفة، ما راح يكون الخلل في البيت كامل. لما تشرك كامل الصبية، أي خلل بسيط في أي مكان راح يكون الضرر لكامل البيت. معك إشكالية في هذا الستور الصغير، بتكون مشكلة معك هنا بس.